ركله الترجيح الاولى هتكون لصالح المنتخب المغربي. واسبانيا بالمناسبه طلعت بركلات الترجيح في اليورو الاخيره امام ايطاليا. هتخرج انا عايز اقول لك ان الحكم جاب الحارسين وبيوصف لهم ان انت لو تعديت الخط قبل ما الكرة تتلعب ان شاء الله بسنتي او 2 سنتي هتتعاد. فهو بيركز ان لازم يكون رجل محطوطه على الخط. اول كوره من عبد الحميد مع ياسين بونو. ننتظر ونتابع التنفيذ ان شاء الله. هدف ان شاء الله في الجول ان شاء الله. نحتفل باول كوره اوناي سيمون وعبد الحميد. يا رب اوناي سيمون وعبد الحميد ان شاء الله مغربيه ان شاء الله عربيه تبتسم للاسود. ادي عبد الحميد يا حكم. الله بهدوء حطها على يسار حارس المرمى. اوناي سيمون بهدوء شديد ارضيه زاحفه في المرمى ويسجل بقدمه اليمنى الركله الاولى 1-0. تتحرك من بدري يا عبد الحارس مع نفسه على طول. الحمد لله ده المطلوب ان شاء الله. اوناي سيمون ينسى الكوره كلها. ركله الترجيح الاولى اللي هتضيع ان شاء الله من البديل سرابيا. يعني انا دخلتك. هو سرابيا جاب اخطر فرصه في العارضه. فممكن يكون ضربه جزاء في العارضه برضه ان شاء الله او في القائم الله اعلم. نستنى. سرابيا وياسين بونو. بابلو سرابيا وياسين بونو. جعلنا من بين ايديهم سدا سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ان شاء الله بابلو سرابيا وحارس المرمى ياسين بونو. ان شاء الله تتصدي يا بونو. سرابيا وبونو. بعيد يا سرابيا، بعيد ابعدي يا كوره، بعيدي في القائم يضيع بابلو سرابيا الركله الاولى في القائم. الله اكبر. قلت لك ايه؟ قلت لك اديها في العارضه. بلس يا عم في العارضه. قلت لك حاجه، قلت لك في العارضه ويمكن تيجي كمان في العارضه وده حصل الحمد لله. ادي القائم والكوره بره وراح عليها بونو يضيع 1-0 للمنتخب المغربي. يا رب يلا الثانيه بقى مين؟ يا رب الثانيه مين؟ يا رب ان شاء الله. حكيم زياش. يا رب حكيم زياش هيحطها ان شاء الله. لا تقلق. اصل حكيم ضيع في بنين قبل كده. مشكله. لا ان شاء الله ربنا تيجي يستر باذن يا الله. رب. الركله الثانيه ركز لصالح يا المنتخب المغربي. حكيم زياش وسط الدموع يا رب. من الجمهور المغربي يبتسم ان شاء الله. حكيم زياش واوناي سيمون. زياش في المرمى 2-0. الله اكبر. 2-0 الله اكبر. 2-0 للمنتخب المغربي. حكيم زياش في وسط المرمى ولويس انريكي زعلان. وادي ركله الترجيح الثانيه حطها حكيم زياش. 2-0. مين اللي هيلعب بقى؟ يا قلبك حطها في نص الجون بالظبط. لعبها بقوه يا قلبك. نستنى الركله الثانيه من المنتخب الاسباني. ضيعت اسبانيا يا سرابيا. سولير البديل الثاني سولير يضيع ان شاء الله. ان شاء الله. ايه ترتيب يعني اللي بينفذوا ضربات الجزاء في اسبانيا ده؟ لا عليه علامات استفهام كتير بس برضه قول بس هتخبط فين؟ توقع. ياسين بونو هيصدها المره. ياسين بونو ان شاء الله هيصدها. كارلوس سولير في السما ان شاء الله. سولير وياسين بونو لعبوا ضد بعض كتير لما سولير كان في فالنسيا. ادي سولير وياسين بونو. ياسين يا ولد ياسين. لا دكتور انا مش ممكن. ياسين هيصدها. ياسين بونو قربنا 2-0 8 يا رجاله. 2-0 ويجروا على الخط كمان. مش ممكن يتصدى ياسين بونو. اكبر. مستحق. ضيع سولير، ضيع كارلوس سولير وضيع سرابيا. اللي جايه بقى بدر بنون. يلا ابو بدوره. يلا بدر بنون على تنفيذ الركله لو الثالثه. بتشوط في الزمالك ما كنتش بتمنى. دلوقتي بقول يا رب يجيبها. الركله الثالثه بدر بنون ان شاء الله. هو رايق ودي جت ان شاء الله هتتحسب. يا رب يا بدر. 3-0 ولا ايه؟ يا رب يا بدوره. 3-0 بدر بنون. بدر وايناي سيمون. بدر بنون يضيع بدر بنون. استنى هم كل البدلاء ضيعوا كده. كل البدلاء ضيعوا فعلا. مش مهم. خير لسه. بس عندك عبد الحميد حط الكرة الأولى. بالنسبة تسديدة وحشة قوي 2-0 لسه. يا رب 2-0 لسه. لو سجل المنتخب الاسباني هتصبح 2-1. عادي. يلا مش مشكلة يا بدر بنون. مش مشكلة. عادي. يلا سيرجيو بوسكيتس ان شاء الله ده كارثة ده. لا بس بيجيبها على طول. هو رايق بس رايق والله. ربنا يستر. سيرجيو بوسكيتس وياسين بونو. بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يلا بوسكيتس يا رب.
بره بونو السما ان شاء الله بقى، تضيع، السما. ان شاء الله تضيع. يا رب. بوسكيتس وبونو، بوسكيتس وبونو. سنك يا بوسكيتس. يلا بوسكيتس، سيرجي بوسكيتس وبونو. نستنى ونتابع ركلة الترجيح، هل تصبح 2-1؟ ادي بوسكيتس، بص هيضيع ان شاء الله، هيضيع ان شاء الله. بوسكيتس يضيع يا بونو، يتصدى بونو لركلة الترجيح، وخلاص يا بدر بيبكي، بدر بنون بيبكي بيبكي. الله أكبر. لسه 2-0، الله لسه 2-0. ده كده عالمي. فاضل، بقول لك كده إيه؟ فاضل كام واحدة؟ لو جت اللي جايه دي خلاص. خد بالك خلاص. امير محروس لازم نقول انه قال ان ياسين بونو متالق في ضربات حبيبي يا الجزاء، كابتن خالد، فلازم برضه نكون نعطي لكل ذي ليفاكوفيتش حق امبارح حقه. ليفاكوفيتش امبارح صد 3 تاني مره في تاريخ كاس العالم بعد ما عملها دانيال سابوسيتش جون اوكرانيا جون كرواتيا، وكمان ريكاردو عملها كان قبل كده للبرتغال. يعني دي هتبقى رابع مره ان حارس مرمى بيتصدى تركات يعني كان لو واخد حكيمي. يا رب يا رب. والله جدع. حكيمي. بقول لك ايه، انا اشرف حكيمي، انا بحبه ده. اشرف وانا اللي كمان. يحب امه، اللي يحب امه ويحضن امه ويعرف بفضلها ربنا هيكرمه. اشرف حكيمي، الله. حكيمي لتنفيذ الركله. يا رب. ضربة جزاء على ركله حكيمي. ترجيح عالميه ان شاء ركله الله. ترجيح اشرف حكيمي يا رب. الله اكبر. وناي سيمون. يلا اشرف حكيمي. حكيمي، يلا يا حكيمي، يلا يا حكيمي. حكيمي والمغرب يتأهل، المغرب يتأهل إلى دور الثمانية. الله اكبر. مستحقة يا مغرب، مستحقة يا مغرب. أشرف حكيمي ركلة جزاء عالمية، قلت لك هتبقى عالمية. زي ما قالها دكتور عادل وزي ما توقع كابتن خالد. أولي، 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 أولي. أولي. مغرب يا أولي 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 مغرب مغرب. يكتب التاريخ، المنتخب المغربي يكتب التاريخ الحمد لله. ويتأهل لدور الثمانية. وباي باي اسبانيا، بيلا تشاو. يتأهل المنتخب المغربي للدور القادم. خلاص 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 المنتخب المغربي إلى دور الثمانية، وينتظر الفائز من مباراة مبروك. المنتخب. أولي 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 مغرب مغرب. يتأهل المنتخب أولي 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 مغرب مغرب. أولي 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 أولي. الله اكبر. إذا يفوز المنتخب المغربي أعزائي المستمعين، وينتظر الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي أمام المنتخب السويسري. ألف مبروك للمغرب، ألف مبروك للأسود. كنت معكم أمير محروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن الكلمة تعود للزميل العزيز محمد المحمودي.